تابعين أحلى صباح. ضيفنا ميشيل كمال سالم، ناشط اجتماعي وموثق لتراث الكرة، بيشتغل على مشروع بصري توثيقي يهدف لإبراز جمال الكرة والحفاظ على هويتها الثقافية والإنسانية. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير واهلا وسهلا فيك. ثانك يو. وقت ما نحكي عن الكرة الشمال اللبناني، حضرتك بتوثق أجمل لقطات هالمنطقة. بداية خبرنا عن ضيعتك. أول شيء أنا بديت بضيعتي جذور الانتماء. بديت بالطرام، بديت كيف يعملوا العنب، شو بيعملوا فيه سبيرتو. بديت كمان عن التين وكل شيء عن الطبيعة يعني، وعن الزيتون، موسم الزيتون. الكورة مشهورة بموسم الزيتون وفهيك وصلنا نصور الختيارية وشو بيعملوا الختيارية، بخيطوا قصص، يعني كل شيء مهارات تتعلق بالضيعة، العودة للضيعة، للتراث، لهالأصالة إلى ما هنالك. حضرتك بعد شوي كمان أيضا رح نشوف صور وفيديو رح يملؤوا تباعا بالحلقة ومنعلق عليهم. اشتغلت على مشروع بصري ثقافي بيتعلق بنشر الصور لتقريب، يمكن هل هو إيمان أنه هيدي الصورة هي بتعكس جمالية المنطقة وبتقرب الناس أكثر من هيدي المنطقة؟ نحن كتراث بالكورة كتير مهم عنا، لأنه نحن عاصمتنا أميون. نحن عنا تراث كتير بالعاصمة الأميون، فأنا عم ضوي على كل ضيعة ضيعتها بقضاء الكورة. وبديت من أميون لأنه هي العاصمة، وهلأ عم بلش صور كذا ضيعة ضيعتها، كل ضيعة ضيعتها، لأنه كل ضيعة فيها تراث وبتحمل شيء مميز لها. في قضية من وراء هيدي الصور، يعني بدك تعكس وجهة نظر معينة، بدك يمكن صرخة معينة تنضوي على الكورة، لأنه الكورة بتحسيها هيك مهمشة. تنضوي على الكورة وشو فيها كورة، أسرات، كنايس، فيها جوامع كمان، كل شيء فيها. هذا العمل ايمتى بلش؟ صار لي شيء من زمان، بلشت ب 2017. هل هي بلشت هواية؟ بلشت أكيد أول شيء بلشت على البيج على الفيسبوك تبعي الخاصة ميشيل سالم. بديت أول شيء أصور التين والعنب وكيف يعملوا المبيد والسبيرتو وهيك والمواسم. ورجعت في كتير ناس حبوا من برا إنه ليه ما بتفتح بيج وتصير تصور أكتر وهيك، ففتحت بيج وبلشت أصور عن الكورة وهيك كل شيء. وصورت كل ضيعة بضيعتها بتقنية 360، يعني بتصير تبرمي هيك بتشوفيها. أحيا هاي بترام، هيدي الضيعة. أكيد تحية لكل أهل بترام. هل في أشخاص عم بيساعدوك بالإعداد بالتصوير؟ يعني هيدي بدها جهود، ما عمل فردي. طبعا أكيد. هيدي بترام الكورة. هون شو عم نشوف تحديدا؟ هون ساحة الضيعة. ساحة الضيعة خليل سالم الشهيد الله يرحمه كان رئيس المالية. يعني هون عم نشوف انه بعدها البيوت محافظة على الطابع القديم، على الطراز القديم. عم نشوف الأرميد، حتى الدرج، يعني درج قديم مثلا، العقودة هيدا كانوا يعملوا منه، يعني كأنه كل صورة هي مشروع أصالة. نحن عم نحكي عن أصالة وتاريخ معين. الساعة الضيعة قديمة يعني، وكل الناس تطلع عنا بتقول شو هالضيعة الحلوة وهيك. هل عم بيكون في تعاون مع البلدية؟ أنا بحكي مع البلديات وباخد إذن منهم، بس لا على أنا بعملها على يعني بدون تكلفة حدا. هل فكرت شي مرة ميشيل إنه تعملوا معرض لهيدي الصور بنهار كروي، نهار بلدي، أكثر ينتشر يعني هيدي الصور؟ لأنه في جمالية في بالصورة، في نظرة هيك حلوة يعني عم بتفرجي هيدي الضياع. أكيد. أنا فكرت على موسم الزيتون مثلا، كل الكورة مثلا تقريبا الضياع يعطوا فرصة رسمية ويروحوا يحوشوا زيتون وهيك. فحلوة هي الفكرة. يعني نحن عنا مثل ما قلت لك نعرف انه الزيت بالكورة طبعا مشهور كثير ومن اطيب الزيوت بلبنان. فحلوة هيدي اللفتة. وفي ناس كثير بيجوا يزوروا ضيعتنا وبيزوروا غير ضيعة اكيد بالكورة. يعني انا هون شفت في بوكلت كتاب عملوا جذور، خبرنا عنه. جذور الانتماء، شو كيف بدينا ومن وين انا ترعرعت. جذور الانتماء بترام اولا وكيف نطلع على الكلمة. هون اكيد عم بتصور وتوثق كل فعاليات اللي عم بتصير بالضيعة. مزبوط. كان نحن بيعملوا صليب علي عازر مثل ما بتعرفي هلا على الصيام. نعم. الروم بيعملوا على كل ضيعة بيقولوا افرحي يا بيت عني انشودي.
وتراث الضيعة، وكيف بيعملوا الزيتون والعنب والعرق والتين والصابون. كمان بيعملوا صابون بلدي وهيك. وين عم تنعرض هيدي الصور؟ على البيجز، اذا بتخبر المشاهدين وين بيقدروا يطلعوا عليها؟ فيهم يطلعوا على الفيسبوك ميشيل كمال سالم، وعلى الانستغرام ميشيل كمال سالم كمان. بكل مشروع بينعمل بالحياة، وخاصة بهيدي الأمور اللي هي بتتعلق بالعمل المجتمعي وعلى نطاق المجتمع والبلدات والبلديات، في صعوبات أكيد بتواجهكم. شو الصعوبات اللي بتواجهك ميشيل بطريقة، إن كان بالتصوير، إن كان بالإمكانيات المادية، بالمساعدة الاجتماعية على مستوى المنطقة؟ هلا أنا عم أعملها هيك لأنه أنا بحب أتبرع بهالشيء، لأنه تضوي على الكورة وبنسق مع البلديات، واكيد بيأمنوا لي كثير قصص وبيساعدوني وبيبعتوا معي شرطه وهيك. فبدي اشكرهم جميعا وان شاء الله خير. أكيد. ان شاء الله نكفي بالموضوع. نحن هون عم نحكي عن الصور اللي هي بتتعلق بنطاق الشمال. هل في هيدا المشروع ممكن ينتقل على غير مناطق، ان نحكي على الجنوب والى ما هنالك؟ هلا جنوب مش ضروري جنوب، يعني اكيد الجنوب القريب، معنا ما نحكي طبعا يعني المناطق اللي هلا عم تنقصف، ولكن بالجبل يعني بكافه انحاء لبنان مقصدي. ايه عم فكر اعمل ببشري وعلى زكرون وهيك، محل الثلج وهيك. هيدي هون شو عم نشوف؟ المعصره. هلا عم نشوف المعصره القديمه، وهلا بعد شوي بنشوف الحديثه. هاي المعصره القديمه كيف كان من زمان يعصروا على الحجر تقليدي يعني، ويكبسوا الزيتون هون بينطحن، وبيرجعوا بيكبسوه بينقضوه بالايد هون. طبعا اكيد. وهون قد ايه حلو وقد ايه مهم هالقد يكون في كاميرا عم توثق كل هيدا الشيء، قد ايه في عدسه عم بتخلد هيدي الامور. يمكن مع سرعه الحياه والحياه المدنيه والعصريه عم نروح على القصص اللي هي اسرع. هون بنرجع للبوس، لانه في اشخاص بعد عم بتوثق هيدي لتنشر اكبر قدر من المعرفه. اكيد، لانه انا بحب اوثق هالموضوع، وبحب يعني الناس اللي طالعه جديد، جيل جديد، يعرفوا شو كان من زمان يصير، لانه ما ينتسى هالموضوع. يعني انا بدي اوجه تحيه لهم، لازم يتابعونا ويتابعوا شو عم نعمل وهيك طبعا، لانه شيء مميز لكل الاشخاص اللي بهمهم هيدا النوع من المتابعه. فيهم يشوفوك على مواقع التواصل الاجتماعي. ميشيل كمال سالم، ناشط اجتماعي وموثق لتراث الكوره، اهلا وسهلا فيك، شرفتنا. ثانك يو لكم، اهلا وسهلا للاذاعه. مشاهدينا فاصل اعلان صغير وبعده منتابع.